من تونس يخرج آلاف الشباب سنويا لينضموا إلى جماعات إرهابية في سوريا والعراق أو في ليبيا، ويخرج مقابلهم شباب آخرون بأعمال فنية هدفها صد فكر التطرف الذي بدأ ينتشر داخل المجتمع ونشر قيم يستغل متطرفون الدين لنشرها. مريم بن شعبان ممثلة تونسية شابة أحدثت ضجة عندما غنت قصيدة تهاجم فيها التطرف والمتطرفين بعد عدة أحداث إرهابية شهدتها تونس، وتعمل على أن يكون لفنها أو جزء منه تأثير على مجتمعها. بان عليها رب الشعب التونسي. تبلغ الركباء جباه علمت عمدا سيوف شهرت غضبا وباسم الدين تغزو. جاتني رسالة من عند شابة تونسية وقتها شفت شيرين شكيلي وتقول لي فيها بليز مريم لو سمحتي اقرأي هذه القصيدة أنا كتبتها وأنا حلمت أنك باش توصل كلامي للناس. قريت وعجبت مستني كخاطر حسيتها حكيت عليا، ومادام حسيتها حكيت عليا راهي تحكي على برشا دونك ناس. وقتها كانت جاهزه كنا نجموا نخرجوها، لكن كانت وقتها الحاله تخوف في الشارع، ما فماش امن، كنا سمعنا حتى على بعض الزملاء اللي كانوا اكثر شهره واكثر يعني المفروض عندهم حمايه وكذا تعرضوا للعنف ولا للهجوم على الركح. فلما سمعت مثلا بعض الناس مثل الاستاذ لطفي بوشناق وكذا اعجب، لكن قال لي مريم هدي شو الارهاب ولا بنال، ما ولاش حاجه صارت والكلنا مصدومين منها، وليت تخرج من الدار تسمع النقيب فلان توفي، الكذا راح، القنبله في وسط البلد، حريق في شيء كان بعيد هذا ما كناش نتصوروه. فاصبح من شنو باش نخاف؟ هاكم عملتوه الشيء، هاكم زايدين على قدام. دونك اتحداك انت تقنبل انت تتعامل فاني باش نقول لك اللي انا موجود واتحداك ونتصدى لك، واذا كان في الاخر باش يا تقتلني يا نقتلك. اما انا باش نحاول نردعك بالفن، لاني انا ما نحبش نقتلك بعنفك انت، لاني وقتها انا نطيح لمستواك انت يا ارهابي مثلا، لانك كذاب. طالما انت ارهابي لا ينفع ان تكون مؤمن ولا ان تكون مسلم ولا تحكي لي على الجهاد، لانه الجهاد اللي يحكي عليه المولى سبحانه وتعالى هو صراع النفس اولا. يعني هو الجهاد جهاد النفس في انك ما تمشيش للزيكستريم، والجهاد في انك تاخذ على عاتقك انك تحاول تلقى وسيله باش تبدل بها عقول الناس بانهم يفهموا ايش معناها لو بيان اي لو مال، الصح والغلط. باسم الدين ننتهكوا، باسم الدين نبتذلوا. كنت أنا أول مرة قدمت القصيدة كانت إكسكلوسيف في برنامج تونسي في قناة تونسية، فطلعت القصيدة العالم حتى في البلاتو، يعني لما كنا نصور كان بيعيطوا يعني تجي أنت بعد ما أنا نعطيك حرمة يعني وحاجة متاع إنسانة كتبت كلام وإحساس وكذا، تجي أنت تقصه. دونك المسج وصل مغلوط، لأنه صار خوف. كيفاش أنت تعطي بيت كفرت بدينكم كفر كفرت بربكم جهرا فلا ذا الدين ينصفني ولا ذا الرب يحميني. طب أنا مش بحكي على دين الإسلام، أنا أحكي على أنت دينك اللي تدعي أنه هو دين الإسلام، وأكفر به لو الدين يروج للعنف، لو الدين يروج للقتل طبعا لا ينفع أن يكون ديني. الدين كل واحد يفهمه مفهوم، فما المفهوم تاع العباد الكل هذاك الواحد الأحد باش نفهموه الكل. أما ما فما حتى شيء في الدين متاعنا يخليك تقتل ولا تحرض على القتل.
من الاول بكل دوما كتبتها دوما بعثت لك القصيده انا وصلوا لي تهديدات كاريمون نتاع نعرفوك كي تسكن نعرفوك شكونك وعطاني لي دوز ادريس نتاع بلادي منين انا من قليبيا وين نسكن وين نقرا وقتها في سيدي بوسعيد دونك نعرفوا دارك هذه ونعرفوا دارك هذه هاكا هي تزيد تقول لهم باش اللي يحب يستفز نقولوا له تعال اي مرحبا بكم قلت لهم مرحبا ولي في نابض وطني ولي ربي ولي ديني. اللي يخلي شباب تونسي يمشي في الاتجاه هذا اللي هو التطرف ماهوش العقيدة ولا الاعتقاد ولا اللي يسميوه البعض إيمانهم هما، لأن الإيمان اللي نحكي عليه نحكيو عليه حاجة ثانية، هو الاستياء، هو ضياع، هو معناها عدم القدرة على تخيل المستقبل، لأنه ما فماش فرص. واضح؟ العقدة اللي حتى في الهوية التونسية أحياناً ما فماش individual promotion، الذات الشخص ما نروجولوش كتونسي. لا بروف لما مثلا تشوف انت قبل هاو السياحة قاعدة تموت وقت اللي هو كان القطاع نمبر 1 في تونس، اللي قبل فما أنا نقول أحيانا كما تدين وتدان، وأي بلد اليوم قاعد يدفع في ثمن السياسات اللي مارسها ولا طريقته في التعامل مع المواطنين. قبل كانوا يجيوا السواح يعني ولا السياح لتونس بكثرة، لكن كنت كي تقف قدام بواد دو نوي ولا نزل السائح اللي عينه زرقاء واللي شعره أصفر يدخل لما تكون تونسي وقفك في الباب يقول لك ايش جاي تعمل؟ طب نفعك هذا؟ علاش ما روجتش للسياحة في بلادك الأول مع أبناء بلدك وحسستهم بكينهم؟ يعني أنا حسيت الإحساس نتاع الكبت هذا لما مشيت للغربة، خاطر قلت إذا كان أنا نحس في روحي غريبة في فرنسا، ولد بلدنا الحمد لله ما كانش عندي المشكله هذه، لكن ولاد بلادي اللي عايشين في بلادهم ويخرجوا يقولوا لهم في الباب ستوب because you are Tunisian in Tunisia. طبعا بالنسبه لي باش يكونوا كفره، هو ما يحبش البنت اللي بسكرت ولا البنت اللي بسياره ولا السيد اللي عنده مش على خاطره كافر، على خاطره عقده، خاطر هو العدو بالنسبه لي، خاطر هو اللي عنده الفرصه اللي هو ما خذاهاش، خاطر ما لقاش في شير في ناحيه اخرى اللي باش يجي يقول له انت تونسي، انت صحيح تو ما عندكش الامكانيات، انت صحيح جيت من المحيط الفلاني ولا كذا كذا، لكن اجا شنو هي الفرص اللي تنجم تتقدم؟ انت لازمك تخدم باغ كونتر، لكن كيفاش تنجم تخدم؟ لانه زادت ثقافه التعب للوصول الى الهدف ما تعملتش في البلاد هذيا، لانه هذا باغ كونتر اللي الله يهدي كيفاش نقولوا التركه اللي خلاها بن علي. عندي انا اخطر تركه خلاها بن علي، ولو انه عمل زاد حاجات باهيه، لكن التركه الخايبه اللي خلاها انه في 23 سنه للتحكم في دونك الذاكره الجماعيه وللتحكم في الشارع، كانت ثقافه اطلع برا، اطلع ديسكوتيك، روح فوتبول ماتش وكذا وكذا وكذا، لكن ما نشجعكش انك تعمل جمعيه، انك تعمل حلقات ثقافيه، انك تعمل مثلا اغ دو لا ريو يعني الفن في الشارع وكذا كذا كذا. فالتونسي عنده 23 سنه فما تغييب، ولو انه قبل جاي بورقيبه وشجع على الثقافه وحتى على الفرنكوفونيه. وقت اللي هو قاعد يقول لك لا، اللي هو يحلك في الثقافه ويعمل لك في المهرجانات صحيح، لكن هو في الممارسه اليوميه يشجع فيك على التغييب، يشجع فيك باش تروح تشرب مثلا كحول ولا تروح ديسكوتيك ولا اتس اوكي. وما يقول لك لا الاسلام قبل كان لا، ما عندكش الحق تخش بلحيه في المدرسه، ما عندكش الحق تتحجب في المدرسه، هذا كان غلط كمان، انه فما ناس كانت فعلا تحب تتحجب ايمانا منها بالتدين. اوكي، لكن انت كبتهم 23 سنه، فهذوكم كل باش يطلعوا باش يكونوا جيش انت كبتوا 23 سنه مخرج لك عياله باش ينتقموا. كبرت مثلا من عمري 19 سنه، طلعت الباريس واكتشفت يعني نفسي وهويتي وحريتي وكذا شيء، يعني حتى التساؤل عن الهويه ما تطرح كان في الغربه. ومن بعد جت الثوره
فكان فما في نفس الوقت يعني براود، فما في فخر انه ممكن فعلا في شيء قاعد يتغير، وفي نفس الوقت خوف من اني اسكو يعني هل باش يكون ممكن التأقلم من جديد مع بلدي العربي اللي انا تركته، لان نحس فيه روحي على الهامش، لاني في نفس الوقت نحب حرية يعني التعبير وعلى طريقتي، لكن في نفس الوقت بالتزام فني. أحس عندي برشا حاجات لازم نعملهم هون، فهمت؟ كيما أولادي هذوما في المسرح، ولا من الصغير للكبير الكلاس بروفيسيونيل، تولي كأنك عندك مسؤولية، عندك ناس لازمك توصلهم، يعني ما عادش تخمم بس في روحك. جونا وين التحير، كيف لقاو الحكم مبين، بيولوهم بالحماية، صح ولا أخ بالحكاية، بالوزارة خذاو الحكم، طلع البي سكم بكم. احنا لقينا الحل هو الفن، وهذا معناها نوع من انواع التسلح، سلاح يعني فوالا، خاطر الشباب توا ماهوش لاقي في المدارس وفي المعاهد، وانا قبل قريت في المعهد مسرح نقص من بعد، وخاصة بعد الثورة ما فماش معناها ما تلقاش ثقافة ماهيش متواجدة على الساحة التربوية ولا الساحة معناها الاجتماعية، ما فماش. احنا خاطر نحبوا لقينا فرصة، لكن فما غيرنا ما لقاش فرصة، واحنا نحبوا نوصلوا صوتنا، نحب نوصلوا هذايا الكل. مثلا اليوم ولات فما قضية إرهاب في تونس اللي كان من المستحيل أنك تتوقع أنها تصير. شبي هذا ولا عادتي، في خطر ولات بلادي، وجوه الهم كمشى سفاحة، بداو بالقطاع السياحة، كانهم ناويين على الخنان، باش نردعوهم برشا فن. برشا شباب توانسه مشاو لسوريا يعني وتقاتلوا كل. نتمناو لي شبابنا يعمل مسرح، يعمل فن، يعمل موسيقى، يعمل سينما، يعني يكون مثقف ويخزن الحياة والبلاد بنظرة أخرى، يعني يحاول يغير، يطور، يجدد. لازم هو يبحث، هو يشتغل على نفسه، هو يحاول يفهم، يعطي صورة للحياة خاصة به هو، ما يتأثر بحتى حد آخر. كلوا بعضهم الله الله حي الله حي. لقيت روحي وليت لا نحارب ضد الإرهاب في تونس، وأحيانا الحرام أنه أحيانا يتاخذ المسج كأنه ضد الإسلام. لا، أنا من بلد عربي مسلم، وأنا نحب قبل ما تكون حتى ديانتي ولا روحانيتي، هذه ثقافتي قبل كل شيء، أنا ثقافتي إسلامية.